ايه رأيكم يا جماعة في صينية السمك احنا شايفينها مع بعض دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله، عاملين شوية سمك اللهم بارك، والله يفتحوا النفس. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، تحفة فنية. هنعمل مع بعض النهاردة السمك السنجاري بالسمك البلطي. احنا طبعا العادين متعودين بنعمل السمك السنجاري بالمكاريل، بس النهاردة بقى هنجربه بالسمك البلطي وبطريقة بسيطة جدا، وبجد الطريقة هتعجبكم جدا. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة يعني، لازم تجربوها. اول حاجه انا جبت السمك بتاعي طبعا وغسلته كويس ونضفته زي ما احنا شايفين. اهم حاجه في السمك اديله حقه في النقع والتنظيف، هتاخدي منه نتيجه كويسه جدا، مش هيكون فيه اي زفاره. وهتلاقي معاكي قلبي السمكية ما شاء الله بيضة زي القشطة. وبعد كده فتحته بالسكينة من ورا، جيت كده من عند الراس وفضلت بطرف السكينة لحد ما وصلت للديل زي ما احنا شايفين. وسبت منه كام سمكية مقفولة، بس شرطتها من فوق. لو هتسيبيه مقفول شرطيه من فوق عشان توصل الدقة والتحديدة بتاعتك لكل لحم السمك من جوه. وبعد كده حطيه في مصفى لما يصفى خالص من كل المية بعد ما تشطفيه. وده كان شكل السمك بتاعنا. واستخدمت معانا حبة توم محترمين كده مع 4 معالق كبار من الخل. وطبعا البهارات بتاعتنا عبارة عن معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من الشطة الحمراء المطحونة، معلقة من الفلفل الأسود، وطبعا معلقة كبيرة من بهارات السمك، وأهم معلقة طبعا الكاري، بيدي لون أصفر حلو جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة، وكمان طعمه راح حلو قوي. ودي كانت بهارات السمك بتاعتنا. واستخدمت طبعا معانا طبق من الخضروات المتاح عندك استخدميه. انا استخدمت فلفل الوان وعلى فلفل اخضر وفلفل احمر حار ومعاه طماطم وبصل، المتاح عندك استخدميه. ومعايا طبعا طبق من الكزبره والبقدونس، هاخد بس منه كميه بسيطه جدا. وهبدا بعد كده بقى في عمل الدقه بتاعتنا. انا جبت طبعا الهون بتاعي ونزلت فيه بكميه الثوم انا كنت مقشراها او محضراها، وعليها معلقتين كبار من الملح، وكل البهارات بتاعتنا كلها هدقهم كلهم مع بعض، او لو عندك كبه افرموهم في الكبه حسب ما تحبي. انا عايزاها خشنه كده ما تكونش ناعمه زي ما احنا شايفين. وهبدا بقى اقطع كل الخضروات اللي عندي. اول حاجه هاخد شويه من البقدونس على الكزبره، بيدوا نكهه حلوه قوي للسمك بجد. واقطعه كويس جدا، بس هخلي التقطيعه بتاعتي تكون صغيره، انا عايزاه يكون ناعم زي ما احنا شايفين. واقطع فلفل الالوان وهقطع البصل بتاعي، وهبدا ابشر الجزريه زي ما احنا شايفين. بصي اي خضار عندك في البيت استخدميه. الناس اللي ما بتحبش خضروات في السمك تقدري تحطي الدقه بتاعتك مع الفلفل الحار والفلفل البارد مع الكزبره والبقدونس، وما تحطيش اي خضروات لو انت مش حابه الخضروات. بس صدقيني الخضروات بيض نكهه حلوه جدا للسمك. كمان البصل مع الطماطم مع الخضره مع الفلفل مع الجزر، ده كله بجد بيدي نكهه حلوه قوي للاكل بتاعك او للسمك بتاعك. وهنا ممكن كمان تضيفي عليهم بطاطس صغيره لو بتحبي البطاطس في السمك، بس انا هنا مفضلتهاش. بفضل بس البطاطس مع السمك البوري بس لو هعمله سنجاري او هعمله صينيه. غير كده ما بضيفش مع عندي بطاطس خالص لاي سمك. انا هنا بعد ما قطعت كل الخضروات بتاعتي بنقطعها بشكل بسيط قوي، بس ما تصغرهاش قوي ما تكبرهاش قوي، خلي تقطعها عندك بسيطه، لان السمك عندك ما بياخدش معاكي سوا تماما. انت مجرد ما بتحطيها بيكملش ربع ساعه وبيستوي. فلو مقطعه الحاجه بشكل كبير هتبقى نيه معاكي. عشان كده مقطعاها بشكل صغير عشان بس يدوب تاخد صدمه النار مع السمك. وهبشر الجزريه بتاعتنا زي ما احنا شفنا، قطعت الخضار كله بطريقه بسيطه قوي. وعندك بقى شويه ليمون محترمين كده، انا هقطع الليمونه عندي، احط كام ليمونه اعصرهم، والباقي بقطعه طرنشات. وبحط سليم زي ما هو مع السمك عشان يمتص اي زفاره موجوده في السمك. والتحديقه دي او الخلطه دي بنستخدمها في اي نوع سمك سنجاري، سواء سمك مكاريل او سمك بوري، بنعمل بنفس الطريقه. وبعد ما خلصت تقطيع كل الخضروات، هجيب البوله بتاعتي اللي فيها دقه الثوم، وهنزل بيها بشويه من الخضروات بتاعتنا بس مش كلها، هسيب حبه عشان خاطر السمك او بطانه السمك في الصينيه. هحط من كل حاجه قطعتها شويه. وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين كبار من الخل، و4 معالق كبار من الزيت او ربع كوبايه من الزيت. وهقلب كل الخليط ده مع بعض تقليبه كويسه جدا، خلي كله يتقلب مع بعض زي ما احنا شايفين. ريحه الدقه بجد حلوه جدا ما شاء الله. وبعد كده هعصر الليمون بتاعي، مش هعصره كله، انا هحط منه كام واحده بس على السمك على التحديقه بتاعتنا، والباقي هقطعه مع السمك زي ما قلت لكم. وهجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي هحط فيها السمك. انا هنا جايبه صينيه كبيره، هحط فيها كميه من السمك والباقي هكمله في صينيه تانية. هنزل بجزء من الخضروات بتاعتنا فرفشه في قلب الصينيه من تحت زي ما احنا شايفين، عشان السمك عندي ما يلزقش ويمسك في الصينيه من تحت. ما حطيتش اي ماده دهنيه، انا بس بقلب كده كل الخضروات دي، باخد عليهم معلقتين بس من التحديقه بتاعتنا عشان نكهه البهارات ونكهه الكاري تكون في قلب الخضروات نفسها، يبقى كلها نكهه واحده. وهبدا ارص بتاع السمك بتاعي كله، بس قبل ما ارص هجيب معايا منديل كده وهنشف قلب السمكيه كويس جدا عشان اتاكد ان ما فيهاش اي ميه ولا فيها اي دم، زي ما احنا شايفين نشفيه كويس جدا على قد ما تقدري.
وهنزل في الصينيه بتاعتنا بالسمك بتاعي. بس انا مش هاخد كل كميه السمك اللي معانا، انا هنا خد بس معايا 4 سمكات والباقي هكملهم في صينيه تانية. واحط السمك بتاعي طبعا وهنزل عليه بالخليط. مش هكتر الخليط بس هحاول اوزعه كله على قد ما اقدر عشان كل قطعه في السمك توصل لها الخليط بتاعنا او البهارات وتاخد نفس الطعم والنكهه اللي احنا عايزينها. ومش هكتر الخليط قوي على الوش علشان يستوي السمكيه نفسها، ما نكتريش كميه الخضروات اللي على الوش تبقى كتيره. خلي السمكيه تكون مرتاحه عشان تاخد سواها مرتاح وما تاخدش معاك وقت في الفرن وما تنشفش منك. لان كل ما هتكتر الخضروات على قلب السمكيه من فوق هتقل السمكيه معاكي، فمش هتخلي الحراره توصل لها كويس، فهتلاقي السمكيه من تحت ناشفه بس من جوه بتجيب ميه وطريه. فما تكتريش قوي زي ما انت شايفه كده، طبقي بنفس الطريقه. وبعد كده كملت بقيه السمك في صاج تاني، لان اول صينيه ما شاء الله ما كفيش السمك طبعا. وزي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله، يعني حاجه تفتح النفس. تدخلي كده الخليط جوه السمكيه، خاصه السمكيه المقفوله، علشان يوصل لها كل البهارات، تبقى السمكية كلها طعمها واحد جوه زي بره. حطيت كل الكمية في الصاج عندي وفي الصينية وخلصت كل الكمية. اتبقت معايا شوية دقة طبعا مش هرميها، الدقة دي كنز بتبقى طعمها حلو قوي. وقمت حاطاها على وش السمك طبعا، ومتقلقيش خالص الدقة مش مالحة، احنا مش مكترين فيها الملح. وبعد كده هنزل عليها برشة بسيطة من الزيت. انا مستخدمة هنا يعادل 5 معالق من الزيت. انا مستخدمه عباد شمس عادي جدا، عندك زيتون مفيش مشكله، اللي انت بتفضلي استخدميه عشان بس يدوله لمعه وما يلزقش منك. وعايزه اقول لك كمان انا هنا ما حطيتش ولا نقطه ميه، هو سوى نفسه بنفسه. هو السمك فيه سوائل مع السوائل الموجوده في الخضروات كلها بتنزل مع بعضها في الصاجه او في الصينيه، فبتسوي السمك عندك. انت اول ما تلاقي اللحمه عند بدا يبض ارفعيه على الشوايه واطفي من تحت، هتلاقيه ما خدش معاك وقت. وهكون مشغله قبلها الفرن ب5 دقايق يكون سخن بس، وهحطه من تحت الاول لمده 10 دقايق. لما الاقي السمك عندي قلبه بدا يبيض، انت هتشوفي السمك من بره هتلاقي كل اللحم ده كده بيض معاكي. هترفعيه بقى على الشوايه وتشغلي الشوايه من فوق لمده 10 دقايق، مش هياخدش معاكي كله مع بعضه، بيكملش ربع ساعه تسويه. السمك عامه ما بياخدش وقت في الفرن. وده شكل السمك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه ان انا اتكلم. زي ما احنا شايفين حاجه كده اللهم بارك يفتح النفس. سواء السمكيه المقفوله مستويه ازاي بالشكل دوت، والسمكيه المفتوحه كمان مستويه. والخضروات عندنا على الوش مش كتيره، فالسمكيه باينه جدا ان هي مستويه زي ما احنا شايفين. هتقدميه مع رز ببصل. طبعا احنا عارفين اي سمك مع رز ببصل، مع شوية طحينة وسلطة وشوية جرجير، وبجد هتلاقي الأكل ما شاء الله حاجة تفتح النفس، والتغيير برضك مطلوب. ويا ريت لو كنت أول مرة بتشوفيني شرفني جدا جدا الاشتراك في القناة، ويا ريت تفعلي الجرس وما تنسيش تدعي لها وحلة في الكومنتات. وأتمنى تكون النهاردة الحلقة خفيفة عليكم وما كنتش طولت عليكم، وتجربوها كده تدعي دعوة حلوة. صدقوني بجد الوصفة سهلة جدا مش متعبة، مش تاخد معاكي أي وقت. وزي ما احنا عارفين احنا بنحب نغير في شكل الأكل، وربنا يوفاني وأقدم لكم كل ما هو سهل وبسيط.